قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل أيها الرسول للنصارى لا تتجاوزوا الحد فيما أمرتم به من اتباع الحق، ولا تبالغوا في تعظيم من أمرتم بتعظيمه مثل الأنبياء، فتعتقدوا فيهم الألوهية كما فعلتم بعيسى بن مريم، بسبب اقتدائكم بأسلافكم من أهل الضلال الذين أضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن طريق الحق. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر الله سبحانه أنه طرد الكافرين من بني إسرائيل من رحمته في الكتاب الذي أنزله على داود وهو الزبور، وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى بن مريم وهو الإنجيل. ذلك الطرد من الرحمة بسبب ما ارتكبوه من المعاصي والاعتداء على حرمات الله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المعصية، بل يجاهر العصاة منهم بما يقترفونه من المعاصي والمنكرات، لأنه لا منكر ينكر عليهم لساء ما كانوا يفعلون من ترك النهي عن المنكر. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. تشاهد أيها الرسول كثيرا من الكفرة من هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون إليهم ويعادونك ويعادون الموحدين، ساء ما يقدمون عليه من موالاتهم الكافرين، فإنها سبب غضب الله عليهم وإدخاله إياهم النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بما أنزل إليه من القرآن، ما جعلوا من المشركين أولياء يحبونهم ويميلون إليهم دون المؤمنين، لأنهم نهوا عن اتخاذ الكافرين أولياء. ولكن كثيرا من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته وولاية المؤمنين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لا تجدن أيها الرسول أعظم الناس عداوة للمؤمنين بك وبما جئت به اليهود، لما هم عليه من الحقد والحسد والكبر وعبدة الأصنام وغيرهم من المشركين بالله،
ولتجدن أقربهم محبة للمؤمنين بك وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم إنهم نصارى، وقرب مودة هؤلاء للمؤمنين لأن منهم علماء وعبادا، وأنهم متواضعون غير متكبرين، لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهؤلاء كالنجاشي وأصحابه قلوبهم لينة، حيث إنهم يبكون خشوعا عند سماع ما أنزل من القرآن لما عرفوا أنه من الحق، لمعرفتهم بما جاء به عيسى عليه السلام. يقولون يا ربنا آمنا بما أنزلت على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا يا ربنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تكون حجة على الناس يوم القيامة. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وأي سبب يحول بيننا وبين الإيمان بالله وما أنزله من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نرجو دخول الجنة مع الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله الخائفين من عذابه. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. فجزاهم الله على إيمانهم واعترافهم بالحق جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء المحسنين في اتباعهم للحق وانقيادهم له دون قيد أو شرط. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسوله أولئك الملازمون للنار المتأججة لا يخرجون منها أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا المستلذات المباحة من المآكل والمشارب والمناكح، لا تحرموها تزهدا أو تعبدا، ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله عليكم إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده بل يبغضهم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا مما يسوقه الله إليكم من رزقه حال كونه حلالا طيبا، لا إن كان حراما كالمأخوذ غصبا أو مستخبثا، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي تؤمنون به، وإيمانكم به يوجب عليكم أن تتقوه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يحاسبكم الله أيها المؤمنون بما يجري على ألسنتكم من الحلف من غير قصد، وإنما يحاسبكم بما عزمتم عليه وعقدتم القلوب عليه وحنثتم، فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونطقتموه إذا حنثتم بأحد 3 أشياء على التخيير، هي إطعام 10 مساكين من أوسط طعام أهل بلدكم، لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم بما يعتبر عرفا كسوة، أو اعتاق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد المكفر عن يمينه أحد هذه الأشياء 3 كفر عنها بصيام 3 أيام، ذلك المذكور هو كفارة أيمانكم أيها المؤمنون إذا أقسمتم بالله وحنثتم، وصونوا أيمانكم عن الحلف بالله كذبا، وعن كثرة القسم بالله، وعن عدم الوفاء بالقسم، ما لم يكن عدم الوفاء خيرا فافعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم، كما بين الله لكم كفارة اليمين يبين الله لكم أحكامه المبينة للحلال والحرام، لعلكم تشكرون الله على أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون.